معكم ميدني المعتصم بالله واثق من مواليد 25 ماي 2009 بعاصمة الأوراس باتنا، كاتب وشاعر وعبقري، وأصغر عضو في اتحاد الكتاب الجزائريين، وأصغر مشارك في معرض سيلا للكتاب. حضرت هنا في معرض سيلا بقوة، حيث ألفت 3 كتب وهي حاضرة معي. الأول بعنوان حكايات وعبر، وهو باكورة أعمالي، ألفته عندما كان عمري 10 سنوات. والثاني وهو براعم الأوراس تقرأ براعم الأوراس تكتب، وهو أكبر وأول مشروع نهضة قرائية في ولاية باتنا في المكتبة العمومية محمد حمود بن ساعي فضاء الطفل. أما الكتاب الثالث وهو عبارة عن قصة بعنوان صغير هرتي. قصدت إلى تأليفه أن أنبه الأطفال بأن الله خلق لنا الحيوانات وسخرها لخدمتنا، فلا يجب علينا أن نعذبها أو في بعض الأحيان نزهق أرواحها، فهي موصلة للنار وموجبة لعذاب الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة. وش اللغة المفضلة عندك؟ 3 لغات. أتكلم اللغة العربية وهي اللغة الأم، واللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية. جميل. ولكنني أركز دائما على اللغة الإنجليزية بأنها لغة العالم. Do you speak English right now? Yes, I speak, yes. Since where you learned English? What was the first time that you learned English? When I was 10 years, my mom and I studied in EE, Education Embassy, and I have word sentence. Yes. Can I read it for you? Do you have a wisdom? Yes. Never give up on a dream, because of the time will take it to accomplish it. The time will pass anyway. لا تستسلم لأي حلم الذي يتطلب منك وقتا. الوقت سيمضي على أي حال. هذه قاعدتي في حياتي. تذكروا أن الله منحكم العديد من المميزات. كونوا أصحاب عزائم، حلقوا بأجنحتكم إلى النور لتضيئوا رحب هذا الكون بإبداعاتكم. كونوا كلوحة الفسيفساء تكملون بعضكم بعضا، ولكل منكم دوره ومهمته في الحياة، ومن سار على درب العلم وصل. لدي وجه خالص تحياتي إلى الأم الكريمة الأستاذة الفلسفة بالنادي هنية، والأب الداعم لي وسندي ودرعي الحامي ميدني سليم. In this show I want to send this message. Don't forget anything to learn. Don't give up on a dream. You are good, you are strong, you can do anything because you are human, and Allah with you. Thank you. زيرتيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.